نظمت مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية التركية ملتقى لرجال الأعمال الأتراك والسوريين ضم 25 شركة ومصنعاً تركياً. هذا أول بي تو بي لنا في سوريا، ما بين الشركات والمصانع التركية وما بين المستثمرين ورجال الأعمال في سوريا. طبعا كما رأيتم احنا تخصصنا في 3 قطاعات مهمة: قطاع مواد الإنشاء، قطاع التكستايل، قطاع الطاقة. الهدف من ملتقى البي تو بي هناك 4 محاور. المحور الأول هو البيع المباشر للمستوردين السوريين. المحور الثاني هو إعطاء الوكالات من المصانع التركية إلى المستثمرين والتجار السوريين. المحور الثالث هو الشراكات الاقتصادية. هناك عدد من المصانع التركية التي تنوي أن تفتح المصانع لها في سوريا، ولكن تبحث عن شراكات محلية في المرحلة القادمة. المحور الرابع هو الاستثمار المباشر في سوريا بمصانع قد تدرس في المدن الصناعية سواء في دمشق أو في المناطق الصناعية التي سيتم افتتاحها من قبل الحكومة السورية. أستاذ، أنتم وقعتوا اتفاقية اليوم بينكم وبين غرف الزراعة. نعم. شو محاور هاي الاتفاقية؟ تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك ما بين مجموعة يوسف أوغلو التركية وما بين اتحاد الغرف الزراعية في سوريا. الهدف منها تطوير التعاون الزراعي في المجالات الزراعية ومعارض الأغذية الزراعية واستقطاب الخبرات والتكنولوجيا التركية في مجال الزراعة إلى سوريا. طبعا هذه الاتفاقية ستطور لاحقا إلى أمور تختص في الزراعة والمبيدات والثروة الحيوانية واستقطاب المعدات والماكينات، التنشيط والتبادل الزراعي ما بين تركيا وما بين سوريا. بهذا الموضوع بيسهم بإعادة وتنشيط العلاقات الاقتصادية الزراعية اللي حنتعاون ما بين البلدين كسوريا وتركيا. بيهمنا نحن كثير تنشيط العلاقات، مستلزمات الإنتاج الزراعي، تطويرها والحصول على المكنة المتطورة الزراعية لتنشيط الزراعة في سوريا. نحن شفنا اليوم في صادرات زراعية سورية إلى تركيا ولكن بأرقام خجولة حقيقة. هلا نحن بحاجة لتطوير العمل الزراعي وتنشيط وتطوير وتكثيف أكثر على التطوير الزراعي بحيث يدعم القطاع الزراعي. هو حقيقي ما يدعم الاقتصاد الوطني في البلد. نحن مثل ما بنعرف اليوم لأنه نحن الصادرات الزراعية هي التي تعيد القطاع الأجنبي للبلد وتنهض. اليوم نحن اقتصادنا ببلدنا سوريا هي اقتصاد زراعي حقيقي، فنحن بحاجة إلى تطوير تنشيط العلاقات الزراعية. ومذكرة التفاهم اليوم اللي هي صارت هي عبارة عن تنشيط العلاقات ما بين تركيا وسوريا، مستثمرين أتراك، تنشيط شراكات حقيقية ما بين البلدين بالتعاون مع غرفة زراعة دمشق.